صباح الخير. ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن فناننا الكبير نجيب الريحاني. اتولد نجيب أبو إلياس ريحان سنة 1892 بضرب مصطفى بباب الشعرية. أبوه أصله من ريحان في العراق، وأمه لطيفة من الصعيد. وكان والده بيشتغل في التجارة، ودخلوا أبوه مدرسة الفرير الفرنساوي بناء على نصيحة واحد صاحبه قاله إن اللغات هتخليه يلاقي وظيفة كويسة. وهي فعلا ساعدت الريحاني، وكانت أحد أسباب شهرته لما ترجم معظم أعمال الأديب الكبير موليير. وتقابل الريحاني وعزيز عيد وكونوا فرقة، وأجروا مسرح الشانزليزيه في الفجالة عشان يقدموا عروضهم عليه. وقرر الريحاني وقتها عشان مفيش فلوس كفاية إن كل متفرج يجيب معاه كرسي عشان يقعد عليه ويتفرج على المسرحية. وبعد فترة اشترى الريحاني قهوة في شارع عمادي الدين جنب سينما استوديو مصر وهدها وبنى مكانها مسرح الريحاني. وكان أول عرض المسرحية عليه هو مسرحية حمر وحلاوة، وكانت نقطة تحول في تاريخ المسرح الاستعراضي في مصر، لأنه استعان فيها براقصات أجنبيات. واتجوز الريحاني من الفنانة بديعة مصابني واللي مثلت معاه في مسرحياته، وطلقها الريحاني قبل وفاته بسنتين. وقدم الريحاني للسينما أفلام سلامة في خير، سي عمر، لعبة الست، أبو حلموس، وآخر أفلامه غزل البنات، واللي مات قبل ما يتعرض. وكان الريحاني مريض بالقلب، وفجأة جاله تايفويد واتنقل للمستشفى. واقترح الدكتور اللي بيعالجه انه ياخد الدواء الجديد اللي هو الكرومايستين، واللي كان لسه مش موجود في مصر. وفعلا بعتوا يجيبوهوله من أمريكا، وكان الريحاني بيسأل على الدواء كل شوية. وأول ما وصل اداله الدكتور 15 قرص من الدواء دفعة واحدة. وبعد 10 دقايق حس الريحاني بآلام رهيبة، وبدأ ينزف دم من بقه ومات. ولأن الريحاني كان مريض بالقلب، كانت جرعة الدواء كبيرة جدا عليه وعملت له تسمم.